أهلا بيكم في اقتصاديات الأعمال. في مصطلح اسمه التكلفة الغارقة، يعني فلوس ووقت صرفتهم في مشروع فاشل ومستحيل يرجعوا. الكارثة الكبرى إنك هتفضل تضخ فلوس ومشاعر ومجهود في المشروع ده لمجرد إنك صعبان عليك اللي فات، فتخسر اللي جاي كمان. النهارده في الدنيا مقلوبة هنسأل السؤال الصعب: امتى يكون الطلاق هو المكسب؟ وازاي نحسب نقطة التعادل اللي عندها بنقرر نوقف نزيف العمر؟ النهارده الحلقة مش عن الهدم، الحلقة عن ازاي نبدأ استثمار جديد في نفسنا. يا جماعة، الجواز اللي بيتحول لساحة حرب يومية بيخضع لقانون تناقض الغلة. يعني مهما بذلت مجهود ومهما ضحيت يا أستاذ، العائد اللي هو المودة والسكينة بقى بالسالب. إهدار الموارد، الوقت اللي بنقضيه في النكد والمحاكم هو وقت ضايع من عمرنا الإنتاجي. كان ممكن الوقت ده يروح لتطوير كارير أو لتربية ولاد أو حتى راحة نفسية تزود عمرنا. تآكل رأس المال النفسي. الصحة النفسية هي المحرك الأساسي لأي نجاح مادي. لما البيت بينهار إنتاجيتك في شغلك بتقل وتركيزك بيضيع، ودي خسارة اقتصادية محدش شايفها غير مرئية يعني، لكنها مدمرة. لما الشركة بتفلس بنعمل إيه؟ إعادة هيكلة. ليه في الطلاق بنعمل جلد ذات؟ الست بتخاف من لقب مطلقة وبتعتبرها خسارة اجتماعية. أنا بقولك بحس الاقتصاد ده اسمه إعادة تموضع في السوق. انت بتخرجي من علاقة بتهدمك عشان تبني كيان يقدر ينتج ويحب من جديد. الراجل بيحس انه فشل في الإدارة. الحقيقة ان الفشل الحقيقي هو الاستمرار في علاقة سامة تستهلك مواردك المالية النفسية بدون اي عائد. تعالوا نحسب مع بعض كده جدول البداية من الصفر. الاستثمار في النفس. أول خطوة هي التدريب والتحويل. استثمر في مهارتك، في صحتك، في علاقاتك، في ولادك، بعيدا عن ضغط المشاكل. تقليل النفقات غير الضرورية في البداية هتكون الميزانية مضغوطة. اتعلم اقتصاديات التقشف المؤقت عشان تبني احتياطي نقدي يأمن مستقبلك ومستقبل المستقبل كمان. تغيير العقلية، بدل ما نفكر في ايه اللي ضاع بنفكر في ايه اللي لسه معانا ونقدر نكبره. ربنا سبحانه وتعالى وضع قاعدة اقتصادية ويقينية مثيرة في القرآن الكريم وقال ايه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ربنا ما وعدش بالفقر بعد الطلاق، بالعكس وعد بالسعة في الرزق. السعة دي ممكن تكون رزق في حبال، في زوج أو زوجة تانية تقدر قيمتك الحقيقية اللي معاها تقدر تكمل العيشة يعني. الطلاق بإحسان هو مفتاح الرزق الواسع اللي بيجي بعد قفل باب كان كله نكد وظلم. عشان نعدل الدنيا المقلوبة ونقوم على رجلنا من تاني، الأصول لازم نجرد الأصول بتاعتنا. كلمة مهمة جدا، نشوف ايه اللي معانا: شهادة، شغل، دعم، أهل، ونبدأ بيه فورا. نقفل كل الدفاتر القديمة، بلاش نراقب الإكس أو الطرف التاني على السوشيال ميديا، ده استهلاك للطاقة بدون أي فايدة. نبني محفظة علاقات جديدة، ندور على ناس إيجابية تزقنا لقدام، مش ناس تندم معانا على حظنا اللي راح. في نهاية الحلقة، الطلاق مش نهاية ومش نهاية الحالة ومش نهايتك. الطلاق أحيانا بيكون تصحيح مسار. رحلة كانت ماشية في اتجاه هيوقعنا كلنا. لو حسبتوها صح هتلاقوا إن راحتكم النفسية هي العملة الصعبة الوحيدة اللي تستحق إن احنا نحارب عشانها. ونفتكر دايما مش مهم إن احنا خسرنا كام، المهم إننا لسه معانا كام سنة من عمرنا عشان نعيشهم صح. الدنيا مش مقلوبة، احنا بس اللي بنخاف من التغيير. استنوني الحلقة الجاية هنتكلم عن دروعنا البشرية، ولادنا ازاي نحميهم من اثار الانفجار ده. اشوفكم على خير في الدنيا مقلوبة، ويا رب ايامكم كلها تكون ربح وسعادة. كانت معكم الشيماء توفيق. باي باي.